بصوا يا جدعان، احنا النهارده هنتكلم عن الكوميديا في مصر، او خلينا اقول بشكل تاني الفيديوهات اللي مفروض انها كوميديا. بجد انا بقى بشوف فيديوهات المفروض انها بتضحك، ولكن الفيديوهات دي لما بخش جواها بكتشف ان اصحابها عاملين كل حاجه في الدنيا الا الضحك. والنهارده مش هنتفرج لوحدينا، لا النهارده معانا ضيف محترم جميل لذيذ امور. ولكن قبل ما يبدا الفيديو ما تنساش ان انت تدوس لايك وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. وبس كده، يلا بينا نخش على الفيديو. في حاجتين مهمين قوي انا نسيت اقولهم في الانترو. اول حاجه وهي ان ساعدني في اعداد الحلقه دي مديحه عبد الصمد، وهتلاقوا اللينك بتاعها في الفيديو ديسكريبشن. وتاني حاجه ان دي هتبقى اول حلقه من البرنامج اللي هيبقى مفضل ومميز ليكم، ما ترحمونا بقى. بس كده، انزل يا ابني بالانترو. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ عندنا ساعة أصلا بنرتب فيها. الفيديو ده هلخص لكم مسلسل الأسطورة كامل، مش هتحتاجوا تتفرجوا على المسلسل بعد الفيديو ده. راح اقدم في وزارة النيابة وابقى نائب قد الدنيا. ايه وزارة النيابة دي؟ ايه العبط ده؟ وكيل النيابة وصل. لا، ده العريس هو اللي وصل. لا وكيل نيابه ولا حاجه يا امه. كتاب من الجلده ذاكر. مين الواد ده؟ مش عارف. مين ده؟ ايه ده؟ كان هيقول حاجة هنا، بص. لا وكيل نيابه ولا حاجه يا امه. نسي. فلوس مواصلات ودفعت. ولا عشان انا اسود؟ انا قصرت. عمال ينسى، بص يا عمال. كتاب من الجلده ذاكر. عمرو دياب يا خال. فلوس مواصلات ودفعت. يقول كلمة يقف يحمل 3 ثواني. لا وكيل نيابه ولا حاجه يا امه. كتاب من الجلده ذاكر. انا مش عارف هو عايز يحكي ايه. هو المفروض ان هو بيلخص مسلسل الأسطورة عشان احنا ما نتفرجش. اتفرج على الفيديو بتاعه وخلاص مسلسل. نهايتي ذا قصة مكتوبة. يا لهوي يا ابني، ايه ده؟ انت غايب بقالك كتير. تجيب الحاجات دي منين يا شادي؟ انا حد مجمعها لي. الحاجات دي عمري ما بشوفها. والله الحاجات دي عمري ما بشوفها. هو كاتب ايه يعني؟ كاتب ده سور البلكونه يعني بيلخص للناس؟ ده المفروض سور البلكونه. هو كاتب ده سور البلكونه، يعني المفروض انا اتخيل ان ده سور البلكونه. ده سور البلكونه، يتخيل ان ده محمد رمضان. حسبي الله ونعم الوكيل. لا قول لي يا حسبي الله ونعم الوكيل بقى. زمن الحب انتهى وكل ست تلم بنتها. نعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه؟ راح زمن الانوثه. ما تضحك. والله العظيم ده حرف الام. والله العظيم ده حرف الدبلو. ايه ده؟ كمل بس. فيديوهاتك 2019. والنبي كمل. والله العظيم ده حرف الدبلو. بقول لك والله العظيم ده حرف الام. والله العظيم ده رقم 4. ايه ده؟ فاكر الصوت ده؟ فاكر الصوت ده؟ انت كنت بتحطه زمان ده الفيديوهات اللي ما بتضحكش. ده موجود دلوقتي. ايه المفهوم الفيديو ده؟ المفهوم من الفيديو ان ما تحكمش على حاجه من وجهه نظرك. هو هنا شايفها دبليو، فهي بتحلف ان ده حرف الام لان هي من زاويتها هنا ام، هو بيحلف ان هو حرف الدبليو. فجه بقى مين واحد شايف اصلا ده الرقم 4. انت بتجيب حاجه غريبه قوي يا شادي، الحاجات دي ما بشوفهاش وربنا اقسم بالله بجد. ايه ده كلمات انجليزي وكده عدى بيت. بربنرير مرور النارير احلى مرمرمرير. ايه ده بيعدي ازاي؟ بيعدي ازاي؟ فاكيد ممكن اكيد فيها حاجه اللي انت مثلا بتدوس فتقوم معدي. مالمان جوال لي يا ملالي لي احلى لمالي مالي لي ركس كروكروكروبلوس احلى لبيكس كلاكلاكلوس. كورس الانجليزي ده بكام؟ ده كورس انجليزي؟ كورس انجليزي. ده كورسي. تخيل لو اسلام فوزي اتفرج على فيديو زي ده بس. ايه ده كلمات انجليزي وكده عدى بيت. ايه ده؟ ايه ده؟ هو عدى ازاي؟ رير مرور نارير ده بيحضر ارواح ده ولا ايه؟ احلى مرمرمرير شرمرمرمرير. شرمرمر؟ انت وصلت كمان لشرمرمر؟ الإفيه ده هو هيموت امي جوه من الدنيا. صاحبك اللي بيحبك بس اسلوبه زباله. ضحكنا يا رضا. كل وانت ساكت تدفع ما تتكلمش. طيب ماشي. خد ميه. ايه ده؟ تتسمم بعد الاكل. طب انا لسه واكل. كل وانت ساكت تدفع ما تتكلمش. طيب ماشي. خد ميه. ايه ده؟ تتسمم بعد الاكل. وشي بيقول ايه؟ عدي الفيديو. ممكن سيجاره؟ خد. ولا اقول لك لا، خد العلبه كلها. لا انا مش عايز ده واحد ما بيشربش سجاير، رقم واحد. انت ما حدش بيعمل كده يعني، ما بتضحكناش وكمان كداب. بيخترع اسلوب من مزاجه، اسلوب في خياله هو. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا باشا. بقول لحضرتك عايز 50,000 فرخه. 50,000 فرخة؟ هتعمل بوم ايه دول؟ حاجه بتطلب عادي، تاني ما قالوش مثلا اعملهم لك ازاي، قال لك طيب يوم ايه؟ ايوه بص مجعبد وشه ازاي؟ متضايق هو بيبيع. ده نوع يبيع. هو بيبيع كلهم 100، ده ازاي 50؟ هو عايز 100,000 فرخه. هوزعهم لله يا عم. لا إذا كان كده أحلى 50,000 فرخة هيحضروا لك حالا. حبيبي يا معلم، هستأذنك بس اروح محل الدهب اللي هنا اجيب شويه حاجات كده عقبال ما انت تخلص لي الفراخ دي. خش محل الدهب هيجيب شويه حاجات اللي هو قوطه وخيار وبتاع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو ده محل الدهب؟ انت شايف شعري كله دهب. بقول لك يا باشا كنت عايز طقم دهب كده شكله شيك يعجب المزه. الفيديو ده سنه كام؟ 2020. 2020. كلمه مزه دي اساسا كانت قديمه. بتاعت 2001 ده يعني عادي نرجع الزمن. ماشي يا حبيبي. ده يا فندم طقم عادي عامل 70,000 جنيه. وده طقم قميص عامل 100,000 جنيه. جبت منين طقم كوميدي؟ مش عارف سرقت. حد قال لك عليها؟ جوجل. لا ده جميل ده. اتفضل يا باشا. دول 50 فاضل 50. ما تستهدى نفسك شويه يا جدع. حط الدهب ده في العلبه وتعالى اديك بقيه فلوس. ليه بيزعل؟ يعني ليه؟ يعني انت دلوقتي دخلت محل قال لك ان الحاجه دي ب 10 جنيه اديته 5، قال لك فين الخمسه الثانيه بكل احترام وادب زي ما انت عملت، ليه بتزعل له؟ انت ليه عديت حاجه زي دي في تصوير؟ فاضل 50. ما تستهدى نفسك شويه يا جدع. حط الدهب ده في العلبه وتعالى اديك بقيه فلوس. مش عارف انت ليه بتقلب المواجع؟ راح فين يا صاحبي؟ ثواني يا صاحبي. بقول لك ايه؟ اديله ال 50. عناية يا باشا حاضر. يعني ال 50,000 عندك؟ يا باشا ال 50,000 عندي. محل ما ظهرش فيه غير فرد واحد عمل 50,000 فرخه. طيب يا باشا خلاص روح انت بقى، الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي يا باشا. الله. ده انا عارفها. جاهز 50,000 فرخه في ساعه. انا المفروض اكتب انا حتى بعد مرور سنه. في سنه. ايوه في ساعه. 50,000 فرخه جايزت في ساعه. تعالى يا ابني خد اخر فرخه دي خلينا نخلص. ايه يا حبيبي جايز لك 50,000؟ ايوه يا باشا اخر فرخه ايه في الفرن وهتاخد لي 50,000. اخر ايه؟ اخر فرخه في الفرن وهتاخد 50,000. فرخة ايه يا ابني؟ ده 50,000 جنيه. ال 50,000 فرخه اغلى. ماشي الدنيا بلاش احراج يا شيخ. 50,000 فرخه وقايل لي ان انت اللي هتحاسب عليهم. يا باشا 50,000 يا باشا. مين الخسران في القصه دي يا شاتي؟ بتاع الفراخ. بتاع الفراخ؟ ليه؟ انت الدهب بتاعك بكام؟ ب 100,000. هو نصب عليك في كام؟ 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. هنقول يا عم ان الفرخه وقتها كانت ب 100 جنيه، 100 جنيه في 50,000 ب 5 مليون جنيه. يعني المفروض ان ده محل فيه 5 مليون جنيه، المفروض ان ده بني ادم مع 5 مليون جنيه. فريسكا اخي واحده فريسكا يا ايه ده شفت هو بروز بعينه؟ يفضل راجع. الغلابه والفقراء يا سياده النائب، بصوا ايده يا سياده النائب، يا ريت تهدى شويه الكاريزما بتاعتك. الحته الصغيره دي بس. مين ده؟ احمد فوزي. ده ايه خليط بين احمد رمزي واسلام فوزي؟ سياده النائب وصل بتاع الدايره بتاعتكم. اللهم صل على النبي عليك، الله اكبر على التواضع، بسم الله ما شاء الله، بتمشي على الارض زينا. انا عايزك تهدى شويه، انا مش رمز الطبله هتقعد تطبل لي في الرايحه والجايه. يعني ده إفيه حلو بس القائه مش حلو. هو بيقلد يا اسطى بس مش هو عايز يعمل مش جايه معاه. مش جايه معاه مع ان الإفيه حلو على فكره. انا مش عايزكم تقلقوا، انجح انا بس وهعمل لكم مستقبلكم كلكم. انت كداب وربنا ما عديك صوتي. مش عايز صوتك وانت محمد حمائي. دي حلوه دي. مراتك حاطلك سم في العصير. المفروض هو بيتريق واحنا هنتريق. انا مش فاهم حاجه منها. بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا يا حبيبتي ما بقولش حاجه. طب اشرب العصير. حاضر يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي المفتاح وقع بالغلط، ممكن تجيبيه لي؟ بيقلد يوسف الفن قوي، والفكره ان يوسف الفن ما حدش عارف يقلده. هو انت حاطه حاجه في العصير ده؟ لا بتقول كده ليه؟ اصل العصير طعمه حلو قوي. لا اصل انا عاملاه بحب. سيبك من ان الصوت واطي. انا بفضل اعمل هو بيقلد الفيديو بالظبط، يعني انت ما مش هتحط افيهات. ما بيعملش هو كده، مش راكت، هو فعلا بيقلد. انت بتقلد الفيديو بالظبط، فين افيهاتك؟ يعني انت ما انا اروح اتفرج على الفيديو الاصلي، ايه اللي خلاني اجي اتفرج عليه؟ ايوه ده بالك انا بدلت الكوبايات. ايه؟ بتقول ايه؟ مالك انت ازاي اتخضيتي؟ تعمل كده؟ انت ازاي تعمل كده؟ اصل العصير فيه سم وانا عارف.
ماشي يا مصيبنات. بقول لك يا بنتي يا مريم، انا نفسي ارتبط بواد كده اهو، يكون جدي طول بعرض، عنده سكس باكس كده اهو، بيلعب حديد وجيم وكده اهو، زي حمص حبيبي كده. ده حمص جمال وشياك. الله يا شيخه نوكس، بقول لك واحد يكون بيلعب عضلات تقول لي حمص؟ ده شبه الدمبل. ايه ده؟ ده حمص. ده الدمبل. في 4 افيهات ورا المفروض يترموا، العيال صرخت ده. العيال بتموت، بيفرفروا دلوقتي يا شات، بيفرفروا. والله. طب ودي هتلفت انظارها ازاي؟ هاي بنتي يا مان، سمعت اللي انا سمعته؟ ايه في صوت مش ولا بد هناك، قوم نشوف في ايه. ليه بيستخدموا مؤثرات توم وجيري؟ عشان العيال. يا عم اتكلم يا عم، عشان عليك قضيه. يا عم اتكلم. العضلات الطويله. الحاج يا بنتي يا مان، يا مصيبنات، شايفه جوز الشابين اللي هناك دول؟ الله حلم اتحقق للبيت. خلاص هروح افقع له عينه ويفقع لي عينه، نعيش احنا الاثنين. لا يا اختي انا بقى جايه الغط يزق. سلام يا اختي. قالت ايه؟ قالت ايه؟ مش هات تاني كده رجع. لا يا اختي انا بقى جايه الغط يزق. سلام يا اختي. ليه؟ قالت انا جاي اغطي. قالت كده. يا ريت هتغطي حاجه بس مش عارف هتغطي ايه. احنا الاثنين. لا يا اختي انا بقى جايه الغط يزق. سلام يا اختي. الغدا مش عارف. مش عارف. الناس اللي بتتفرج بتفهم ازاي. ايوه الضحك هنا، الضحك. تفت على الطرحه. ما مسكتش الشعر على الطرحه. اقول لك على حاجه يا اسمراني يا تحفه، انت انا بحبك من الطفوله ايام ما كنت ببربوره. الحاج دي طلعت عفش. وانا وشي عفشت من حالك. هو ايه الفيديو ده؟ هو في ايه؟ مش هترحمونا. انا فاهم ترحموا. انت بتجيب الحاجات دي ازاي؟ والله ما اعرف، في حد بتاعك بيجمعها لي. بتقعد قدام الحاجات دي. هو انت زميلنا في الجامعه الجديد؟ اكيد طبعا. يا لهوي على جماله. هي ماما قالت لي بلاش يا شاروخان تنزل الجامعه لوحدك. والله العظيم بحب مندور. الواد ده بيموتني ده. كل حاجاته كده. لا هو بيخاف من الحسد. يا رب بيخاف من الحسد. خايف. لا بس غير دلوقتي. تروح الجامعه اي بنت هتشوفك من الجامعه هتموت من جمالك اهو، وادي النتيجه، اول واحده وقعت انتحرت اهي. انا لا انا هرجع تاني البيت وهلغي مواعيدي من الجامعه دي خالص ومش هروح تاني. الواد ده المفروض يراجع حساباته. والله يراجع حساباته ويشوف هو بيعمل ايه طب يعني ده بيضحك ولا حبيبه مجد؟ ولا ده ولا ده. جاهزة كزبرة؟ جيلك اهو. ايوه وضعك يا زمالة. يلا حبك كزبرة. يلا ادي يا كزبرة. يلا هنا بقى ما نجحوش في ان هم يضحكوا العيال، فعملوا كابلز بقى وبتاع وعايزين يخشوا بقى في جو الدياسه. قولي احبك كي تدوم وسامتي، بدون حبك لن اكون وسيما. الناس اللي طلبت مني ان انا اغني الاغنيه التركيه تاني هغنيها لكم تاني دلوقتي عشان انا بحبكم. جاهز يا صاصا؟ يلا بينا. بيرغلو شمبلا يا عاش هبل. انا متكيف. بقول لك ايه، في الاتصال عملناها، رحت واكل رصاصه في الاخر، رحت مغمى عليا، قعدت تصوت تقول ايه اسعاف، بعدين كتر العصابه شويه، انا كنت رحت بمطوه يعني. ده هنا القيصر قبل ما يجيب مجموعه ان هو يلبس اسدال كان بيقلد يعني كان بيعمل اصوات نادر احمد عشان ما كانش عارف يعمل هو الشخصيات كلها. كان لسه مبتدئ. قيصر ده من الناس اللي مهما عدى عليها الزمن هو عنده 20 سنه. ايوه ما بيتغيرش، ما بيكبرش، ما بيصغرش، ما في. هو عنده 20 سنه ودلوقتي عنده 20 سنه. الوحيد يا شادي اللي سبحان الله ما عطلش. اللي يعني في ناس كتير من جيلنا احنا وقفوا في حته معينه خلاص انقرضوا. هو مش عايز ده واقف وثابت. الله اكبر. واقف وثابت فعلا. ربنا يحميه، ربنا يحميه يا رب. شكل كلمة انا هايج. الله ايه ده؟ بيبوسها؟ يا لهوي ايه ده؟ بيبوسها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا حامل. انا اكيد حامل البقرة. حسام
سماسيمو حامل. الف مبروك. تعالى ننزل نجري في الشارع بقى. الجيل بتاع زمان ولا دلوقتي؟ قيم بامانه والله العظيم يا شادي. طب استنى، انا في فيديو عايز اختم لك بيه. راجل سعيد حامل. حسام كان بيضحك على ايش؟ وانت بتضحك. مش فاهم الفيديو لحد دلوقتي مش فاهم. مش فاهم حاجه والله. في ايه؟ في ايه؟ احنا مستنيينه يولد. لا بجد والله كان قصده ايه بالفيديو؟ والله ما فاهم والله. طب تعالى نتفرج عليه تاني. انا فهمت. المفروض ان ده طابور ودي ست حامل. ايوه. فهو اداها دوره، فهو رجع واقف في اخر الصف، فالمفروض بقى ان الناس كلها شاهمه زيه، فلا يا عم احنا هنرجع وراك عشان انت ترجع تاخد دورك تاني. كله عايز يبقى جدع. كله جدع. أيوة. بس بقى السؤال هنا، الطابور ده ليه؟ والطابور ده في الصحراء ليه؟ لا خلاص انت سالتني جيلنا ولا الجيل ده؟ ولا انتوا اللي وحشين؟ انتوا اللي وحشين بصراحه. وبس كده الحلقه خلصت. انا زهقت قوي من الناس الوحشه اللي ما بتضحكش دول قوي. بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتركوا في القناه على حسب بقى انت شايف الفيديو من اي داهيه. قولوا لي عايزين اجيب مين الحلقه الجايه، وبرضه انا مش هاخد حد من الكومنتات وهجيب واحد في دماغي. يلا سلام. قول حاجه. سلام يا جمهور ما تعرفونيش.